السلام عليكم وصحة رمضانكم إن شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. حبيت نشارككم بعض المقتطفات والتحضيرات اللي درتهم في النهار الأول. هنايا الحاجة الأولى اللي بديت بها وجدت اللحم الحلو تاعي. هنا درت مغرف كبيرة تاع سمن وتقدروا تعوضوها ديروا زبدة. درت قطع تاع اللحم يكونوا مقطعين صغار. درت لهم قرصة تاع الملح يعني ملحو غير شوية وعود تاع قرفة ووحدة نجمة الأرض. نخلي هذاك اللحم تاعي يتقلى لي مليح. من بعد راح نمرقوه بالما سخون. هنا كي تكونوا تستعملوا حاجة تاع فخار لازم تمرقوه بالما سخون باش ما يطرطق لكمش الطاجين تاعكم. من بعد درت كيلة تاع سكر. هنايا الكيلة اللي تكيلوا بها العينة تاعكم والبرقوق تكيلوا بها السكر وتخليوهم ياخدوا الغلية غير يغليو. تحطوا هذاك المشماش والزبيب وفي الاخير ديروا العينة. انا العينة تاعي طلقت لي الكحولية سما خليوها دائما هي الاخرى. من بعد رحت هنايا باش نوجد تتبيله تاع الدند تاعي. الوصفه هذه حطيتها لكم من قبل. درت شويه تاع زيت البن ملح فلفل الكحل تابل تاع الدجاج سكنجبير معدنوس الثوم. المهم كامل لي زيبيس اللي تحبوا. دير تاني الزعتر نخلطهم مليح ونحط هذوك مرصوات تاع الدند تاوعي يترنخو فيه. هنايا وجدتهم في الصباح باش يتشرب لي مليح هذاك الدند هذيك التتبيله. هذا هو اللحم الحلو تاعنا كيما شفتوا راه واجد. زينته يعني في الاخير بحبيبات تاع اللوز وخليته حتى يبرد يعني ما غطيتش عليه. هنايا نولوا للدند بعد ما لحق الوقت حطيته في هذا الساشي وخليته يطيب في غرضو يعني ليه يطيب لنا. بالنسبه هنايا القطايف كنت وجدتهم ونسيت ما درت لكمش الفيديو. المره الجايه ان شاء الله نعاود لكم الوصفه. مرقتهم هنايا شربتهم بالشربات بارده وهما خرجوا سخونين. من بعد رحت وجدت البوراك تاعي. هنا لافارس درت حبة بصل قطعتها مربعات صغار شويه تاع فيونداشي قليتهم مليح مع ملح فلفل كحل وشويه تاع قرفه. في الاخير زدت كسرت عليهم زوج حبات تاع بيض وهذه هي لافارس تاعنا تكون واجده. هنا تحبوا تخلطوا لهم الفرماج يعني مع لافارس ديريكتومون ولا تحبوا بهذه الطريقه ديروا لافارس تاعكم ومن بعد ديروا من فوق قطع تاع الفرماج. هذا الشيء يرجع ليكم. بعد ما نكمل هنايا نحط لافارس راح نلوي البوراك تاعي. هنايا درت انايا نص الورقه ما نحبش ندير ورقه كامله باسكو يجيني شغل يجيني الحبه تاع البوراك خشينه. نروحوا هنايا للمطلوع. بعد ما كملت وجدت البوراك تاعي درت المطلوع. هنايا درت 2 كيلات تاع فرينه مع شويه تاع سميد رطب شويه تاع الملح وشويه تاع السكر. حوالي 2 مغارف تاع الزيت. الوصفة هذه يعني راني حاطتها لكم في القناة. من بعد نحط لكم الرابط ان شاء الله في اسفل هذا الفيديو. زدت خميرة تاع الخبز وشوية تاع السانوج ومغرف كبيرة تاع العسيلة. هذه هي. انايا نخلط ديريكتومون يعني نزيد الماء سخون ونخلي الخبز تاعي يتعجن لي يعني يا ربي حوالي 2 دقائق وهكذا نتحصل على عجينه تكون طريه وتتلاصق باش يجيني المطلوع تاعي خفيف. هذه هي ندربها غير شويه هكا ونخلي العجينه تاعي تخمر في غرضها. وهنا راح نوجد الحميص. خديت كسرونة ولا طنجرة كيما هذه درت فيها شوية تاع زيت الزيتون. من بعد ضفت حبة تاع طوماطيش تكون شوية كبيرة وطايبة يعني تكون شوية حمرا بزاف. كلفجتها ودرت عليها 2 سنينات تاع الثوم وخليتها تتقلى مليح في هذاك الزيت. من بعد كي نشوفوا ديك الطوماطيش تاعنا دبالت وكيما نقولوا طلقت الماء تاعها راح نضيفوا عليها الطرشي اللي كنت شويته من قبل ونقيته. نحيو له ديك الزريعه ونقطعوه. تحبوا تقطعوه رقيق تحبوا تقطعوه خشين يعني الشي يرجع ليكم. هنايا التوابل درت ملح فلفل الكحل وشويه تاع العكري. انا نحب الحميص تاعي يجي حمر يعني ما نحبش نخليه هكاك يعني غير بهذيك الطوماطيش وهذاك الطرشي. نحب نعطيله لا كولور تجي شويه فونسي. هنايا نخليوه يكمل يتقلى مليح هذيك الطوماطيش مع هذوك لي زيبيس. من بعد ضفت الطرشي تاعي نخليوه غير يطلق شويه تطلق هذيك نشوف واحد لاصوص هكذا انطلقت تعاود تشرب ونطفيو عليه نزيدوا له شويه تاع زيت زيتون والحميص تاعنا يكون واجد. نرجعوا هنايا للمطلوع. كيما شفتوا لو طون اللي كملت الحميص تاعي المطلوع تاعي كان
خمر وجد. نروحوا هنايا نجيبوا هاد الطريشنات الخاصين بالمطلوع. اللي عجبوها ولا اللي حبت تكوموندي تخلي لي التعليق تحت هاد الفيديو باش نعطي لكم الرقم تاع مولاتهم اللي تخدمهم. قرصت المطلوع تاعي بهذا الشكل. نحاولوا ما نكتروش الفرينه، انايا العجينه كانت خفيفه بزاف. نحاولوا ما نكتروش الفرينه، ولا كترنا ننفضوها يعني قبل ما نحطوها في الطاجين هكذا باش ما تتحرقناش كي نكونوا نطيبوا فيها. هذه هي. هنايا بعد ما قرصتهم خليتهم يزيدوا يخمروا يعني حوالي 5 دقائق حتى ل10 دقائق يكون المطلوع تاعي خمر تماما. نروحوا نسخنوا الطاجين مليح مليح ونحطوا الخبيزات تاوعنا يطيبوا. كما شفتوا هاد الطراشن يعاونوك حتى باش ترفدي الخبزه. هنايا نحاول ننفض كامل هذيك الفرينه اللي الزايده ونخلي المطلوع تاعي يطيب على نار تكون قويه. كي نشوفوها حمارت وطابت من الجهه التحتانيه نقلبوها للجهه الثانيه. بلا ما نساو في الاخير هادوك الاطراف كامل نجوزوهم على الطاجين باش ما يقعدولناش بيوضه. هنايا بعد ما طاب الداند تاعي نحيولو هذاك الساشي، نحاولوا غير بالعقل لانه لا فابور هذيك قادره تحرقكم. نفرغ كامل واش كاين لداخل في لو مول تاعي. من بعد انا هنايا يعني حنقدمه مع بطاطا مقليه. تحبوا نتوما تقدموه مع روز ولا مع اي حاجه حبيتوها، تنحيو هذيك لاصوص باش تقدموها مع الطبق تاعكم. هنايا انايا درت الدانت، تحبوا نتوما ديروا دجاج ولا لحم راح يطيب لكم الزبده. نقلب الدانت تاعي الجهه الثانيه باش يزيد يحمر لي مليح مليح، ونفرش هذيك البطاطا المقليه اللي كنت قليتها من قبل ونخليها هي تاني تشرب لي كامل هذيك لاصوص والتتبيله تاعها. نروح هنايا بعد ما نكمل نحط البطاطا تاعي، نروح ندير شويه تاع زبده فوق هذاك الدند ونخليهم يحمروا لي مليح من الفوق. هذه هي. انا يا عوايدي دائما ندير نهار الاول دجاج محمر مع بطاطا ولا دند ولا واش كان كاين. المهم برك واحد ما تكونش هذيك اللهفه تاع ديري ومن بعد ما تاكليش. انايا درت حاجه اللي ياكلوها افراد العائله. وهذه هي كانت الطاوله البسيطه تاعي تاع النهار الاول. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. وبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد.